السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. فيديو النهارده هيكون دافي شويه، هنعمل فيه ديكور شتوي جميل جدا وهتشوفوا شكله دلوقتي. هنعمل يقطينه بالتريكو. هي سهله جدا بغرزتين بس، الغرزه العدله والمقلوبه. كل اللي انت هتعمليه 4 غرز عدله وواحده بس مقلوبه، وهتكرري الخطوه دي لحد ما ترتفعي بيها 16 سنتي، وبعد كده هنحشيها فايبر وخلاص كده. الموضوع سهل وبسيط جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا نبدأ. هبدأ اعمل 40 سلسلة يا بنات. هنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما اكمل 40 سلسلة. بخرجهم من على الابرة كده وببدأ اعمل هنا عقدة، او ممكن تبداي على طول من غير العقدة، بس احنا علشان خاطر لو في بنات مبتدئات هتمسكي كده، تمسكي الخيط ده بقى تطلعيه من العقدة بالشكل ده. الخيط القصير هيكون ورا، والخيط اللي طالع من البقرة قدامي. الابرة بتاعتي زي ما قلت الخيط القصير ورا. نظبط كده، هنمسك الخيطين بالثلاث صوابع دول ونبدأ ان احنا نعمل الشكل ده ونرجع بيه لورا كده، وناخد تاني بالراحة، ناخد الغرز، نلقط الغرز 1، ناخد الخيط ده ونرجع نعدي بيه من الفتحة، نسيبه ونشد حاجة بسيطة وانا محتفظة بالخيوط تحت بصوابعي. تاني بعدي من الفتحة دي، القط الخيط كده وارجع اعدي بيه تاني من نفس المكان اللي انا دخلت منه، واسحب الخيط كده بالراحة، اتكون معايا عقدة. تاني كمان مرة، لحد ما تكملي 40 غرزة. كده اشتغلت 40 غرزة. هبدأ اقسم 20 و20، هخلي 20 على الابرة دي و20 على الابرة دي. بصوا، هترجعي بالغرز بتاعتك على السلك عشان يسهل لينا ان احنا نقسمهم. هتبدأي تسحبي السلك هنا 20 وهنا 20 وفي سلك في النص، هتبدأي تسحبيه وانتي محافظة على شكل الغرز. هتسحبي من الناحية اللي فيها الابرة اللي هي اللي ورا، بحيث ان احنا نطلع الغرز دول على الابرة اهو. بالشكل ده، وهتلاقي دي كمان الابر بتاعتها على السلك، هتبدأي ترجعيهم بالشكل ده. كده معاكي 20 على الابرة الامامية و20 على الابرة الخلفية. هنبدأ ان احنا نظبط شكل الغرز كده. بصي، ده الشكل اللي المفروض يكون معاكي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هسحب الابره اللي ورا، ده الشغل الدائري يا بنات اهو. دي خيط البدايه بمسكه كده عادي، ماليش دعوه بيه. هسحب الابره اللي على اليمين، شغلي كله هيكون بيها بالشكل ده، ومحتفظه بجزء من السلك. لو انت الابره بتاعتك مقاسها صغير تمام، مش هتلاقي الفراغ ده وهتشتغلي بسهوله على طول. هبدا ان انا اشتغل اول غرزه عدله. طبعا الغرزه العدله يبقى الخيط هيكون فوق كده، الخيط هيكون فوق كده، ماشي؟ يعني انا الابره بتاعتي اهي، عشان بنات كتير ممكن تتلخبط وتيجي تشتغل على طول كده وتقول هبدا اعمل غرزه عدله. لا، انتي طول ما انتي عارفه ان انتي هتشتغلي غرزه عدله يبقى المفروض الخيط يكون بالمنظر ده كده. اوكي، هبدا اني اشتغل اول غرزه عدله، والخيط البدايه بحتفظ بيه كويس، وهعمل اول غرزه عدله، بحط الخيط على الابره وبخرج بيه. ادي كده الغرزه الاولى. طبعا بتشديها كويس، وشدي خيط البدايه كويس، لان انت كده بتوصلي الطرفين ببعض زي ورا. الشغل بتاعنا بيكون دائري. طيب
انا هشتغل دايما 4 غرز عدلة والغرزة الخامسة مقلوبة. تاني 2، الغرزة التالتة، الغرزة الرابعة، الغرزة الخامسة مقلوبة. الخيط بيكون قدامي وبدخل في الغرزة بالشكل ده من بره لجوه، بحط لفة على الإبرة وبرجع اخرج باللفة دي لبره واسحب معاها الغرزة. تاني 4 غرز عدلة، 1 2 3 4. الغرزة الخامسة بشتغلها غرزة مقلوبة من بره لجوه، الخيط قدامي، بحط لفة، بخرج باللفة ومعاها الغرزة اللي انا دخلت فيها، وهكذا تشتغلي 4 2 3 4. بعد كده احط الخيط تاني قدامي واشتغلها من بره لجوه، اخد لفة واطلع بالغرزتين. هشتغل الخمسة الاخرانيين، هشتغل ال4 غرز عدلة وهرجع لكم في الغرزة المقلوبة. الغرزة الاخيرة خيط قدامي عشان هي هتكون غرزة مقلوبة، بشتغلها من بره لجوه، احط لفة وبخرج بالغرزتين، بسيب الخيط ده، بلف الشغل بتاعي بالمنظر ده، بحط الغرز بتاعتي على الابرة، ارجع اشتغل تاني بنفس الطريقة. الخيط اللي طالع من البكرة ورا، طبعا هنبدأ دايما بغرزة عدلة، يبقى الخيط بتاعي هيكون بالشكل ده، وهبدأ اسحب الغرزة الابرة قصدي، وهرجع اشتغل بنفس الطريقة 4 غرز عدلة، واحدة مقلوبة، 4 عدلة، واحدة مقلوبة. هنفضل يا بنات نشتغل بنفس الطريقة لحد ما نوصل بالارتفاع 16 سنتي. 1 الغرزة التانية، الغرزة التالتة، الغرزة الرابعة واللي بعدها مقلوبة، الغرزة الأولى، الغرزة التانية، الغرزة التالتة، الغرزة الرابعة اللي بعدها مقلوبة. نرجع تاني بنفس الطريقة، حاولي ان انت تظبطي كل مرة شكل الغرز قبل ما تبدأي. هنرجع الغرز على الإبرة تاني، هنفضل نشتغل بنفس الطريقة، نحط الخيط كده اللي طالع من البكرة فوق الإبرة، شد واشتغل اول 4 غرز غرزة عدلة، واشد كويس هنا علشان خاطر اوصل الطرفين ببعض، بس مش قوي علشان خاطر الغرزة ما تاخدش نفس المكان، المساحة بتاعت السلك طبعا ارفع من الابرة، فما شدش قوي. 1 2 3
4 وارجع اشتغل غرزة مقلوبة. زي ما قلت لكم يا بنات هتشتغلي بنفس الطريقة لحد ما ترتفعي 16 سنتي. هكملها وهرجع لكم. 4 غرز وفي الخامسة 4 غرز عدلة وفي الخامسة غرزة مقلوبة. بعد ما وصلت بالارتفاع 16 سنتي والغرز بتاعتي لسه على الابرة، هقص الخيط وهحط الابرة بتاعت التنظيف وهبدأ اني اخد الحلقات من على الابرة. كده الابرة الاولى الحلقات بتاعتها كلها بقت على الابرة دي. هعكس كده وهسحب الابرة بالشكل ده علشان اخلي الابرة التانية هي اللي عليها الحلقات، وابدأ ان انا القطهم برضو لحد ما اخلصهم كلهم. هنبدأ ان احنا نقفلها بعد كده هنبدأ ان احنا نحشيها بالفايبر. هنبدأ ان احنا نقفل بقى ازاي. بص، هندخل في غرزة ونسيب الغرزة اللي بعدها، بعد كده ندخل في الغرزة اللي بعدها ونسيب اللي بعدها، وهكذا يا بنات لحد ما تخلصي السطر كله. بعد كده هندخل الخيط كده في جنب وهنخرجه. نبدأ بقى نظبط. هنجيب بعد كده يا بنات خيط تاني وهنبتدي ان احنا نقيس هياخد معانا قد ايه ال8 اقسام، يعني علشان خاطر ما نهدرش خيط زيادة. 1 2 3 4 والاربعة اللي قصادهم طبعا لفيناهم كده 8. هبدأ اقص الخيط بالشكل ده وهنبدأ هنعدي الخيط بقى من ناحية وهنخرجه من الناحية التانية. نحافظ على مسافة تحت، يعني مش هنسحب الخيط كله للآخر اهو. بعد كده هاجي في كل خط من الخطوط دي اللي هي كانت الغرزة المقلوبة هحط
هحط كده الخيط بتاعي اللي طلعته من البكرة، هحطه كده على اليقطينة وهرجع اعدي تاني من نفس الفراغ وهرجع بيه تاني لفوق. وهنشد شدة صغيرة كده من هنا ومن هنا. هنحتفظ بس كده بلفة ولا اتنين عشان خاطر الخيط بتاعي ما يفكش. هاجي في اللي قصادها وهعمل نفس الكلام، هعدي الخيط من تحت وهرجعه تاني من نفس الفتحة اللي فوق. وهتشدي. هتعملي كده في التمن اقسام. كده عملنا 2، نيجي عند التالتة. ونشد. كده عملت 4، فاضل 4. هاجي لدي، احنا بنعمل كل 2 قصاد بعض عشان ما نتلخبطش. واللي قصادها اخر 2 يا بنات معايا. نشد اخر واحدة، ونشد. هنبدأ ان احنا ننزل تاني من نفس المكان ولكن بجنب، يعني مش هننزل في نفس الفراغ علشان ما نفكش اخر واحدة عملناها. هنيجي كده بجنب. بصوا هناخد خيطين كده او خيط هنطلع منهم ونرجع ندخل تاني في نفس المكان علشان بس ما نفكش الغرزة اللي احنا عملناها. تعدي تاني عادي خالص. وهنبدأ ان احنا نربط الخيطين دول. طيب بعد كده هنعمل الجزء اللي فوق. هنقص قطعة فوم بالشكل ده، ممكن بني ممكن اسود رمادي، وهبدأ اشيل اللزق بتاعها وهبرمها كده. هبدأ ابرم فيها. هحاول كده ان انا اضغط وادي كيرف ان هي تطلع معايا بعد كده بزاوية. لو كان في غصن عندك بتاع الشجر يكون افضل، هتاخدي حتة صغيرة وتحطيها بس في الدايرة اللي انت عاملاها وخلاص كده الموضوع خلص. بس انا علشان مش عندي دلوقتي فهستخدم قطعة الفوم.
هبدأ اخبي الخيوط الزيادة دي، هعديها كده في الجنب وهقص الخيط او لتحت يكون افضل، تحت شوية. بشمع بقى حسيت ان هي طويلة شوية فقصيت منها جزء. هبدأ اني احطها هنا في الفراغ ده، بس لو كان غصن كان هيبقى افضل.